والحفله دي والحفله دي وغيره. حبايب الاهلاويه، طبعا كلنا عارفين ان اداره النادي الاهلي طلبت من الداخليه ان هي تفتح لها استاد القاهره ساعته بالكامل. عايزين الجماهير كلها تدخل بالكامل. طبعا كلنا شايفين الصوره دي، ده مؤتمر رئيس السيسي في استاد القاهره الساعه بالكامل. طب شايفين الحفله دي حفله عمرو دياب، شايفين كميه الجماهير وما استناش موافقه ولا استنى اي حاجه. شايفين طب الحفله دي والحفله دي والحفله دي وغيره من الحفلات. يا جدعان افتحوا لنا استاد القاهره. الكوره في مصر ضاعت بسبب قله الجماهير، هيبه الكره المصريه ضاعت بسبب قله الجماهير. عايزين الجماهير ترجع تاني. انا بطلب منك في ماتش، ده ماتش مصيري، افتح لي الاستاد بالكامل. عايزين كلنا ندخل الاستاد، هنشجع بقى. احنا مش رايحين نعمل حاجه، احنا رايحين نشجع فقط لا غير. احنا عارفين ان ده ماتش مصيري. حتى احنا شفنا جماهير صن داونز كانت عامله ازاي وكانوا بيعملوا فينا ايه. احنا ولا داخلين بشماريخ ولا داخلين باي حاجه، احنا كلنا داخلين مقدمين، ناس مؤدبه داخله تشجع فريقها عايزاه يصعد لافريقيا. عشان كده هيبه الكره المصريه في ضياع. دلوقتي كل واحد جاي يلعب في مصر عارف ان هو جاي يلعب، مفيش جماهير. يوم ما يدخل 5000 10000. والدوري المصري من غير الجماهير ملوش اي لازمه. فيا جدعان زي ما بتفتحوا للحفلات وبتفتحوا للمؤتمرات، افتحوا الاستاد للجماهير. هي دي الحاجه اللي بتفرح الجماهير. ده الجماهير بتروح تفك خنقه في ماتش زي كده. عايزين فريقنا يصعد. يلا سلام.